في حقيقة كلنا لازم نقبلها. طالما احنا عايشين مع بعض لابد هيحصل ان احنا هنجرح مشاعر بعض وهنتجرح من الآخرين. يعني أقدر أقول يستحيل إن واحد مننا يقدر يقول أنا عمري ما جرحت مشاعر حد، سواء عن قصد أو عن غير قصد. ويستحيل إن واحد مننا برضه يقول أنا عمري ما اتجرحت من حد. فطالما احنا بنجرح مشاعر بعض وبنتجرح من بعض، لازم أعرف أتعامل إزاي لما اتجرح. لأن الناس عادة بتتعامل مع الجرح لما بيتجرحوا بيتعاملوا بيه بطريقة من 4 طرق. وزي ما هنشوف مع بعض إن ولا طريقة من ال4 طرق دولت هي طريقة كتابية. كتابية يعني حسب تعليم الكتاب المقدس. وبعد ما هشرح لكم بسرعة إيه ال4 طرق دولت، نتكلم مع بعض الكتاب المقدس بيعلمنا إزاي أتعامل لما أتجرح. وده اللي يقودنا لموضوع المصالحة. لما بيتجرح الإنسان بيعمل إيه؟ أول حاجة ممكن يرد على الإساءة بالإساءة. يعني واحد شتمني فأنا أشتمه، واحد اتنرفز عليا أنا اتنرفز عليه، واحد أهني أنا أهينه. وبنسى إن دي شريعة العهد القديم، لأن العهد القديم هو اللي كان بيعلمنا إن عين بعين وسن بسن. لكن إحنا ناس كتيرة ترد على الإساءة وعلى الجرح بجرح. وممكن لما برد على الجرح أو على الإساءة بإساءة ممكن أرد عليها بطريقة ظاهرة أو ممكن أرد عليها بطريقة خفية. يعني إيه طريقة ظاهرة أو طريقة خفية؟ الطريقة الظاهرة إن واحد شتمني هشتمه، دي طريقة ظاهرة. الطريقة الخفية اللي يسموها في علم النفس باسيف اجريسيف، دي إن واحد يهني فابتدي أنا إيه أتجاهله، ابتدي اتريق عليه. ولما حد يحاول يقول لي انت بتقول لي انا ما بهزر انا بضحك، واخد بالك، احاول ان انا اعمل معاه تصرفات على الهادي كده بس تنرفزه. دي كلها اللي بنسميها باسيف اجريسيف. ودي اللي هي ان انا برد برضو على الجرح بجرح وعلى الاهانة باهانة.